أهلا ومرحبا بالجميع في قناة فضاء خاص. الاشتياق هو إحدى المشاعر القوية التي يصعب على الإنسان إخفاؤها. عندما يشتاق الشخص لشخص آخر بصدق يظهر ذلك في تصرفاته وسلوكه. عليك الانتباه لهذه العلامات لمعرفة ما إذا كان الشخص مشتاقا أم لا. عندما يشتاق الرجل لحبيبته بصدق فإنه يمكن أن يصبح فضوليا ويشعر بالرغبة في معرفة كل شيء عن حياتها ويومها. يمكن أن يلجأ إلى التحدث مع أصدقائها المقربين للتعرف على تفاصيل يومها ومشاعرها وكل ما يخص حياتها. الرسائل العشوائية وغير المخطط لها تكون إشارة قوية إلى الاشتياق. عندما يرسل الشخص رسائل دون سبب محدد أو مناسبة معينة فهذا يعكس فعلا أنه يفكر في الشخص الآخر بشكل دائم ويرغب في التحقق من كيفية تقضي وقتك وما تقومين به. هذا النوع من الرسائل يدل على أن الشخص اشتاق لك وبشدة وعلى أنك لا تفارق تفكيره. الاشتياق يجعل الشخص يرغب في رؤية وسماع والتحدث مع الشريكة بشكل دائم. يكون الشخص عاطفيا ومشتاقا للتواصل معها والتحقق من حالتها وما تقوم به. إذا كان الرجل يرد عليك بسرعة في كل مرة تتصلين به أو ترسلين له الرسائل فهذا يكون إشارة إلى أنه مهتم بك بشدة ويشتاق للتواصل معك. الرد السريع لاتصالاتك ورسائلك علامة قوية على أنه يفتقدك كثيرا. متابعة الرجل لحساب المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع منشوراتها يكون مؤشرا على اهتمامه بها. إذا كان الرجل يتفاعل بانتظام مع منشورات المرأة ويظهر اهتماما بما تقوم به وتشاركه على مواقع التواصل يعني أنه مهتم بك وأنك تشغلين فكره وذهنه. فالرجل عندما يفتقد الأنثى يتابع آخر تحديثاتها على السوشيال ميديا. عندما يشتاق الرجل للمرأة التي يحبها يبذل محاولات مستمرة للتواصل والالتقاء بها حتى لو كانت الأسباب والحجج واهية فهذا يعني أنه اشتاق لك ويريد أن يراك باستمرار. لهذا يظل كل مقابلة يخبرك جزءا من الأشياء التي يريدك فيها حتى يكون لديه حجة لكي يراك مرة أخرى. هذه بعض العلامات لو ظهر أحد منها فاعلم أن الشخص اشتاق لك وبشدة.